تخيل الجيل الجديد مش عايزين يبقوا موظفين زينا، جيل زد وجيل الفا مش عايزين يبقوا موظفين. حسب دراسه حديثه عملتها منصه كي 12، ودي منصه تعليميه متخصصه في التعليم الاونلاين، ان معظم جيل زد وجيل الفا فضلوا يفتحوا مشاريع على انهم يشتغلوا موظفين. ولو ما تعرفش مين هم جيل زد وجيل الفا، عمك رايد هيقول جيل زد اللي اتولدوا من 96 لحد 2010 عمرهم من 15 سنه لحد 30 سنه، وجيل الفا دول اللي اتولدوا بعد 2010 لحد 2020، يعني اكبر واحد فيهم عنده 16 سنه. وبسبب الطرق الجديده اللي موجوده قدامهم دلوقتي، الاجيال دي عندها فرص كتير ان هي تعمل فلوس، وده اللي خلى منصه كي 12 تعمل بحث في النقطه دي. الدراسة دي استهدفت 380 شخص اتخرجوا من مدارس خاصة وعامة ومدارس اونلاين، والدراسة لقت ان 68% منهم عايزين يفتحوا مشاريعهم الخاصة ويبقوا مستقلين. وكانت من ضمن الاسباب اللي بتخليهم يفكروا يفتحوا مشاريعهم الخاصة العيشة الغالية وتأثير الناس الناجحين اللي حواليهم. الدراسة كمان لقت ان اللي اشتغل منهم حقق فعلا ارباح، ويا اما اشتغلوا فريلانسر يا اما باعوا منتجات مادية او باعوا منتجات لصالح شركات تانية. الدراسة كمان بتقول ان 62% منهم مولوا مشروعهم بالفلوس اللي هم محوشينها. بس هم قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا ان هم كانوا بيتمنوا ان مدرسينهم وابهاتهم يعلموهم ازاي يجيبوا فلوس وازاي يستثمروا فلوس وازاي يفتحوا مشاريع. الخلاصه يا ابن ابني، علم ابنك او بنتك ازاي يعتمدوا على نفسهم وما يستنوش الوظيفه. خليه يحب انه يبقى مستقل بنفسه ويفتح مشروعه. علمه ازاي يدير حياته وازاي يستثمر فلوسه من وهو صغير عشان لما يكبر ما يبقاش موظف كحيان. وعلمه قيمه الفلوس. وتابعني لو عاوز تبقى رائد اعمال فالحان.